صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير في اتم صحة واحسن حال. يلا بينا النهاردة كده نعمل وصفة للفطار سهلة وبسيطة، ومقاديرها كلها موجودة عندنا في المطبخ. هنعمل شكشوكة البيض بالموتزاريلا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تنفع بقى الفطار كده الصبح او كمان لسحور رمضان ان شاء الله، وكل سنة وانتوا طيبين. طعمها مختلف، تجديد عن كل وصفات البيض التقليدية بطريقة سهلة، وطعم كمان يجنن. بس قبل ما ابدأ معاكم فيديو النهاردة، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنجيب طاسة، هحط فيها شوية كده من الزيت وهسخنهم كويس جدا الاول. عليهم بعد كده هنزل ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم بالشكل ده. هنزل بالبصل على الزيت وهفضل هقلب في البصلاية لحد ما تاخد اللون الذهبي الخفيف كده وتتحمر من كل الجوانب. مجرد ما البصلاية بتاعتي اخدت اللون الذهبي بالشكل ده، بعد كده هنزل بحبة فلفل اخضر متقطعة مكعبات. كمان لو انتوا حابينها تكون حامية شوية او سبايسي تقدروا تزودوا كمان قرن فلفل حامي. عندي كمان هنا حبة كبيرة من الطماطم قطعتها لمكعبات صغيرة، وهقلبهم كلهم مع بعض لحد ما الطماطم كده والبصل والفلفل يتبالوا مع بعض. التوابل اللي هنتبل بيها، هنتبل بشوية حاجات كده بسيطة مع بعض. هنضيف أول حاجة كده رشة من الملح، عليه رشة من الفلفل الأسود ورشة من الكزبرة الناشفة، وكمان هزود رشة من الزعتر. تقدروا تزودوا كمان شطة أو كمون أو أي توابل تانية انتوا حابينها. هتديكم طعم حلو جدا في الوصف. أنا ضفت كمان زعتر هنا، الزعتر بيديها طعم حلو ومختلف. هقلبهم كده مع بعض. اخر حاجة بس هضيف مقدار ربع كوباية من المية، علشان عايزة الحاجات دي كلها تتسبك مع بعض والطماطم تدبل شوية وتعمل كده زي صوص خفيف في الطاسة. اول ما المية اتبخرت وبقت معايا بالشكل ده، هنكسر البيض بتاعنا. هعمل فتحات في الخلطة بتاعتنا وهنبدأ هننزل بالبيض. طبعا تقدروا تنزلوا بالكمية اللي انتوا عايزينها على حسب ما انتوا عايزين. اهم حاجة بنوسع كده للبيض فراغات وبننزل بحبات البيض في الطاسة بتاعتنا. هنزل على البيض ده برشة كده صغيرة من الفلفل الاسود. مش هضيف ملح لانه هيتشرب من الخلطة اللي حواليه، فمش محتاجينها انها تكون الملح بتاعها زيادة ولا اي حاجة. في المرحلة دي لو انتوا عايزينها بالشكل ده، يدوب بنغطي بس الطاسة وبسيبها على نار هادية لحد اما البيض يستوي وكله كده يتسبك مع بعض. بس احنا النهاردة كده هنعمل شكشوكة متدلعة شوية. هنزل عندي بنص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، اهم حاجة الجبنة تكون بدرجة حرارة الغرفة. هنوزعها كده على الوش، وبعد كده هغطي الطاسة دي على نار هادية جدا. مجرد ما الجبنة تسيح كده على الوش بتبقى جاهزة. انا بحب الصفار البيض يكون سايح كده من جوه وطري. لو انتوا حابينه يكون متماسك فهتسيبوها وقت اطول على النار لحد اما الصفار بتاعنا يكون متماسك. الجبنة بتاعتي كده ساحت وبقللت، الصفار قاعد طري زي ما احنا عايزينه. بنزلها كده من على النار، واخر حاجة رشة كده من البقدونس الفريش على الوش يكسر الالوان ويديها كمان طعم حلو. الشكشوكة بتاعتنا كده بقت جاهزة، تعالوا نقدمها مع بعض. قدموها بقى مع شوية عيش سخنين كده وحلوين. العيش ده هنعمله مع بعض على فكرة في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وكمان كوبايتين كده شاي بنعناع جنبها. واستمتعوا بأحلى فطار سهل وبسيط، وكمان مناسبة جدا لسحور رمضان زي ما قلنا. ان شاء الله ربنا يعود علينا وعليكم بالخير دايما يا رب. قدموا الشكشوكة بتاعتكم مع اي بقى شوية مخلل مع اي اضافات انتوا عايزينها. اتفرجوا كده على جمال الصفار من جوه وهو سايح وطري. ما اقولكوش على جمالها، لازم تجربوها بجد، هتعجبكم جدا وكمان مختلفة. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وتعملوها بقى في فطار لأي يوم. واستنوا لسه عندنا حاجات جامدة كتير ووصفات جاية كتير هنعملها مع بعض بإذن الله الفترة اللي جاية، وتحضيرات لشهر رمضان إن شاء الله. بس أهم حاجة ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم على خير والسلام عليكم.